احكي لي بقى الحكايه من الاول. حكايه ايه بقى الفيلر؟ بصي انا كنت المفروض بعمل فيلر عند دكتوره معروفه. انت عندك كام سنه؟ 35 سنه. بس هو موضوع الفيلر والبوتوكس ده جاي وانا كنت عايشه في دبي، فكنت انا اصلا بلوجر على التيك توك، يعني عندي مليون، فكنت بعمل بقى دعايه للاماكن وكده، فبعمل بقى فيلر وحاجات بوتوكس وكل حاجه انا عايزاها ببلاش. حتى لو الدكتور مش كويس تجربي في وشك عادي؟ ما انا بجيب لهم الناس اصلا، فبجرب فيا وبعدين بجيب لهم الناس. ما انا فاهمه، بجرب فيا دي بقى ما بتاخديش الريسك ان انت تبوظي؟ لا، ما انا ببقى عارفه المركز ده كويس، فانا مجرباه في اسناني ومجرباه في حاجات كتير، فانا اكيد مش. بس ممكن تقبلي اعلان مش عارفه عنه حاجه؟ لا، ولا انه كويس ولا وحش؟ لا لازم اجرب فيا انا الاول، ما بحبش اضر حد. فانا اصلا موضوع البوتوكس والفيلر ده دخل في دماغي بقى من زمان. فحبيت الموضوع، فمن ساعه ما انا ابتديت بقى اعمل بقى فيلر وبوتوكس حبيت الموضوع قوي. فابتديت بقى ايه، كل ما احس ان شفايفي نزلت شويه اروح احقن. كل ما احس شفايفك بالذات؟ احب الشيب بتاع الراشن كده شويه، واحب بقى التكساس كده، واحب يعني بحب شكلي حلو. طبعا انتي سوشيال ميديا وعارفه لازم يبقى شكلنا حلو. فاي غلطه لا انا مش عاجباني الحته دي، شعر ابيض لا انا هروح اصبغ، فاهمه اللي هو شعرايه بس بيفرق معايا، بيبقى هوس. هو هوس. فروحت عملت فيلر، فالفيلر قعد معايا 4 شهور، فغيرت الدكتوره، فعملت فيلر على فيلر. فبعد ما خلصت رحت اكلت عادي، لقيت شفايفي عماله تكبر. انا معايا الصوره انا اتخضيت. لا ده في فيديوهات وفي صور تانية عامله شبه في كده ممثل الله يرحمه كده. بصوا بقى، انا مش هينفع اقول لكم انا حاسه فيا ايه، انتوا هتشوفوا بعينيكم بجد الموضوع. شايفين انا وسط يا جدعان، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش هسيب حقي، والله ما هسيب حقي. طب هتديها لنا عندك يعني؟ دي حاجه بلاوي اصلا. وبعدين لقيت دقني اتعوجت كده ولفت، وكان في بقى صوره كمان بقي اكبر من الفيديو. حساسيه بقى. فصحيت الصبح، انا عملت الفيديو ده كان يعني نوع من اللي هو الفاني، اللي انا عارفه اللي هو انا بهزر. ما خفتيش؟ خفت. ما انا صحيت تاني يوم لقيت وشي كبر اكتر، اتصلت بيها بصراحه، حصلت مشكله ما بيني وما بينها. قلت لها ايه اللي حصل فيا ده، انا مش عارفه اتكلم. انا فعلا مش عارفه اتكلم. ده كان في دبي ولا هنا؟ الاخير ده هنا. فبقول لها مش عارفه اتكلم، فشويه بشويه بقي يكبر اكتر، لدرجه ان ببص لعيني شايفه بقي من هنا. انا مش عشت يومين مش قادره هموت. فبشرب ميه، الميه بتنزل. انا قعدت مثلا 24 ساعه مش بعرف اكل، اجي ادخل اكل بدخله ببقي، بدخله بصبعي، بزغب بطه، عارفه مش عارفه اكل. اخدت كميه ادويه، اخدت كميه براشيم، اخدت حاجات كتير جدا، وباخد عشان مش عايزه اكل، انا عايزه اخف. هي بقى اللي كاتباها لك ولا انت بتالفي ادويه؟ لا دكتور كلمني مخصوص، شافني بيحسب ان اول فيديو فلتر، فتاني فيديو لما حطيت ايدي على بقي وشلت ايدي اتاكدوا ان ده حقيقي. فالدكتور كلمني قال لي هتاخدي الابر كذا ابره يعني، وقال لي هتاخدي مضاد حيوي وهتاخدي الفلترن. قال لي بس هتصبري 3 ايام، هيحصل عندك بس ورم شويه، وهتلاقي تكالكوا على الفيلر ومش عارفه ايه، وبعدين هيهدى. انت جسمك ما قبلش الفيلر اللي انت عاملاه، ان انت عامله كمان فيلر على فيلر، والمفروض ان انت المفروض ما كنتش عملتي كده اصلا. فطبعا الدكتور المفروض يسال انت عندك حساسيه من نوع معين، طبعا هو ما سالش. بس انت ما تعرفيش. انا عارفه ان انا عندي حساسيه، مش كل الاوقات. يعني مثلا ممكن اعمل فيلر النهارده انا كويسه جدا، عملت فيلر شفت المره اللي فاتت خلاص ورمت انا كده. فالمفروض اخد ابره للحساسيه لكل مره بعمل فيلر. فانا ما عملتش كده، ولا قلت للدكتور اصلا ان انا عندي حساسيه، ولا هو سال. فدي مشكلتي بقى، ان انا غيرت الدكتوره واسترخصت بصراحه. انا استرخصت. فده اللي اثر معايا. وبرده جسمي ما بقبلش نوع الفيلر الرخيص. زي ما بقول لك الغالي ثمنه فيه، فعلا الغالي ثمنه فيه. ده فعلا على فكره ده بجد. ان الدكاتره الغاليه لازم بتكون يعني بتستعمل منتجات غاليه. انا عايزه اقول لك بقى على حاجه حصلت معايا انت عمرك ما هتصدقيها. اتصلت بيها تاني يوم، ده والله العظيم ده حصل. قلت لها انا على فكره اعداد الهيئه بس هتكلمني، انا مش هسيبك، ما حدش كلمني اصلا.
لا بتخوفني. قالت لي طب والله يا اسماء عادي ما تخافيش والدنيا هتظبط. لا ريهام سعيد بتحب دكاتره التجميل قوي دلوقتي. الكلمه دي قلت لها بتحب الدكاتره بتحب الحاجات دي خلي بالك. قالت لي والله عادي. الفيديو جايب 1,400,000 على تيك توك، انا اصلا تيك توكر. والله العظيم الفيديو بجد وشفايفي اهي من غير فلتر اقسم بالله اهي شفايفي يا جدعان. جالي حساسيه بنودي في الفيلر، هو اللي عمل لي كده. ده مش حاجه، بصوا كل ده اقسم بالله الفيديو حقيقي والله العظيم. ولا ما فيش هنزل لكم فيديو تاني بس المنظر شايفين. فيا اسماء الناس خايفه وعارفه ان انت عندي بالله عليكي حرام عليكي ومش عارفه ايه وهتضيعي. هي دكتوره اصلا ولا؟ هي دكتوره. فخافت بقى دكتوره بجد يعني. قالت لي حرام عليكي شيل الفيديو. قلت لها مش هشيله. انا هشيله ليه؟ قلت لها حبيبتي انا طالعه كفيديو فاني بس ان انا اشيله لا مش هشيله. لما اخف بقى ان شاء الله ابقى اطلع بفيديو اقول لهم ان انا كويسه. كانت في اسكندريه هي؟ لا هنا. وحليتي بقى الموضوع ده بادويه الحساسيه؟ بس بعد بقى معاها قالت لي لو مش هتخفي ما تخافيش انا هديكي فلوسك زياده فوقيهم. قلت لها انا مش بتكلم. تعملي ايه وتعيشي كده؟ لا هشيلك بقى الفيلر وهظبط لك كل انت عارفه ان الشفايف دي من اكتر الحاجات الخطر اللي ممكن يحصل فيها غرغرينه؟ عارفه يعني تتقطع شفايفك. عارفه. وانا كنت مع نفس الدكتوره. لا انا بقولك عشان بعد كده لو انت فعلا بتحقنيها بشكل دوري يعني تخلي بالك على طول. عايز اقولك اكتر حاجه بهتم فيها في وشي دقني وشفايفي. هي مش مشكله عندي هالات سودا. ما خفتيش يعني انك بجازف اي حاجه في التجميل بجازف فيها بس يعني عارفه اللي هو اقل ضرر اللي هو الفيلر. عارفه اللي ما حصلش حاجه دوبه فاهمه. بس انا ما بقولش حد يعمل فيلر، انا بقول لهم اللي متعود على الفيلر. لا يعني ما تعقدتيش قصدي. لا خالص مش هحرك بشوف دكاتره تاني